السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم يا اخواتي، فيديو جديد معاكم على قناتكم قناه احمد الجزار. ما تنساش اللايك، ما تنساش الكومنت، ما تنساش الاشتراك، ونخش في الموضوع بتاعنا على طول. والنهارده يا جماعه بنتفاجئ بقرار كبير جدا يطلعه الزمالك او اداره الزمالك. ولحد دلوقتي الكلام ده حقيقي ولا لا؟ الكلام ده مش حقيقي لحد دلوقتي وما تاكدش من اداره الزمالك، لكن الكابتن احمد حسام ميدو رئيس او اكبر كبير طبعا في الزملكاويه اللي بيطلعوا الاشاعات او الفوضى في مصر بخصوص نادي الاهلي والزمالك. المهم يا جماعه، ميدو النهارده نزلنا تويتر على التويتر بيقول لنا فيها: اتمنى من قرار الانسحاب من الزمالك انه يكون فعلا واقعي، لان اللي بيحصل من ادارات الكره في مصر بتهاجم الزمالك وتكون في مصلحه الاهلي. كابتن احمد حسام ميدو بيقول: يا جماعه يا ريت الزمالك لو كانت قرار الانسحاب في مباراه السوبر القادمه يوم 5/5 امام الاهلي في الامارات يكون قرار اكيد، ومهما كانت العواقب اللي هتكون على الزمالك. انا عايز اقول لك كابتن احمد حسام ميدو ان انت يظهر كده نسيت الكره او قوانين الكره او مش فاهم كره بمعنى اصح. العواقب اللي انت هتيجي عليك على حاجه اسمها انسحاب من السوبر امام الاهلي في الامارات هي انك مش هتقدر اصلا تعمل كده. بالفعل يا صديقي الزمالك ما يقدرش يعمل كده، حتى لو رئيس الزمالك نفسه قال انا مش هروح المباراه وهنسحب من المباراه. الاتحادات يا صديقي والرعايه اللي هتكون في مباراه السوبر وكمان التذاكر اللي اتطبعت وتوزعت، مين هيتحمل كل ده ومين المسؤول عن كل ده؟ هيكون طبعا الزمالك هو المسؤول الوحيد امام الناس دي كلها. ازاي طبعا الرعايه بتاعت المباراه مين هيدفع لها التكاليف والمصاريف والتعويضات اللي هتكون كبيره جدا؟ ومين هيدفع ثمن التذاكر كلها اللي الجماهير حجزها خلاص؟ مين هيدفع ثمن التذاكر دي كلها؟ كل ده هيكون على الزمالك. الزمالك يقدر على كده؟ الزمالك ما يقدرش على ربع كده. محدش يصدق او يسمع الكلام اللي بيتقال بخصوص ان الزمالك هينسحب من السوبر يا جماعه هيتلعب، يعني هيتلعب. طب حد يطلع يقول لي طب ليه طلعوا القرار ده او ليه قالوا ان احنا عايزين ننسحب؟ ده مش جديد ابدا على الزمالك، واحنا كل شويه يا جماعه بنطلع نشوف الزمالك بيقول انا هنسحب من الدوري، انا هنسحب من الكاس، انا هنسحب من السوبر. اي مباراه يتعثر فيها الزمالك يجي بعدها يقول لك انا ناوي انسحب من المباراه اللي بعدها او مش هلعب او مش هكمل. ده مش جديد طبعا علينا وكل شويه بنسمع الكلام ده. وفي حاجه ثانيه انا عايز اقولها لكم، الموضوع ده طلع بخصوص كهرباء وعقوبه كهرباء اللي لحد دلوقتي ما اتنفذتش، وجماهير الزمالك كلها واداره الزمالك زعلانه عشان عقوبه كهرباء ما اتنفذتش. يا جماعه هو مالهم كهرباء حريهم قوي كده ليه؟ انا مش عارف. الموضوع بيقول لك ان كهرباء لحد دلوقتي المفروض في 12 مباراه ويتغرم مليون جنيه، بس ما فيش اي حاجه من الكلام ده حصلت. انا عايز اقول لك ان الموضوع لحد دلوقتي بالنسبه للجنه الانضباط ما عرفتش تاكد او تطلع قرار اكيد بان كهرباء مدان اصلا. يعني راجعوا فيديوهات المباراه، راجعوا الفار، راجعوا شريط المباراه بالكامل، راجعوا اي حاجه في المباراه تدين كهرباء، ما لقوش اي حاجه تدين كهرباء. يا جماعه الكلام ده مش من عندي، الكلام ده من لجنه الانضباط هي اللي بتقول كده. فالموضوع لسه متاجل وكهرباء هيلعب مباراه السوبر امام الزمالك. فالزمالك يعني بيطلع باي تلكيكه او اي حجه عشان عارف ان هو في السوبر هيتهزم شر هزيمه من الاهلي. هيتهزم شر هزيمه من الاهلي، علشان كده يطلع بتركيكه دلوقتي عشان يبرر للجماهير بعد الهزيمه ان انا قلت لكم ان انا مش عايز العب المباراه وانسحب، بس هم لعبوني غصب عني، فانا دلوقتي اتهزمت، محدش يسالني عن الهزيمه بتاعتي. احب اقول لكم يا جماعه محدش من جمهور الزمالك او الاهلي اتضحك عليه بسهوله. مباراه السوبر هتتلعب بالزمالك، ومفيش حد من الزمالك او اداره الزمالك يقدر يقول ان انا مش هلعب مباراه السوبر ايا كان مكانه او موقفه في الزمالك. حتى رئيس نادي الزمالك نفسه مرتضى منصور اللي هو اصلا مش فاهم له هو رئيس ولا لا، لحد دلوقتي ما يقدرش يقول انا مش هلعب او انسحب من مباراه السوبر. الموضوع خارج او اكبر من مرتضى منصور نفسه او اي جهه من جهات اداره الزمالك. وفي الاخير يا صديقي ما ننساش اللايك، ما ننساش الكومنت، ما ننساش الاشتراك في القناه. اشوفك على خير وفيديو جديد. سلام عليكم.